الاهلي مهما تقدم له قليل. الاهلي عمل اسمنا كلنا. اي حد عدى جنب سور النادي له فضل عليه. كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن محمد اول ما دخلت النادي الاهلي قال لي في اول اسبوع، كنت لسه جاي من الترسانه والحمد لله تألقت وبتاع، هو قال لي للاعلام بقى والقنوات عاوزه تعمل لقاءات، فانا ما كنتش احب، انا كنت اخلص الماتشات يا محمد واجري. فهو راح قال لي بص انا عاوزك تتعود، اللي بيعدي جنب سور النادي الاهلي بيتشهر، فالنادي له فضل على الجميع. ومش معنى ان انت تعمل حاجه بدون مقابل انت بتمن على النادي، لا، انا قاعد هنا عشان خاطر انت النادي. ترجع جزء من دين النادي عليك. ايوه، انا قاعد هنا عشان خاطر النادي، اسم النادي. انا قاعد هنا عشان اسم مصر، اسم مصر والنادي هو اللي عملك. انا لو مصر لفضل ربنا سبحانه وتعالى، منتخب مصر والنادي الاهلي ما كنتش قعدت هنا، ما كنتش الناس تحبك. فدول كان طريق ان انت توصل لقلوب الناس. وانا الحمد لله قلبي ابيض وما بشيلش حاجه كره لحد. انا بحب الجميع، اللي بيشتم واللي بيمدح. من الاخلاص ان يستوي عندك المدح والذم. وفي الاول وفي الاخير مش هتعلمني احب مصر ازاي، مش هتعلمني احب النادي الاهلي ازاي، مش هتعلمني افيد بلدي ازاي زي ما فادتني. انا ليا طريقتي، ومحدش يزايد على حب العبد لله لمصر ولا للنادي الاهلي. احنا عاوزين بلدنا احسن بلد، عاوزين نادينا احسن نادي، افضل نادي. فللجميع اللي مدح واللي ذم عفى الله عما سلف، انا مسامح الجميع. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان انت هل تسامح كذلك كراجر؟ كراجر مع صلاح. كراجر مشكلته مع صلاح. هل تسامحه ايضا؟ انا مسامح الجميع. فربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني بعرضك للجميع، للي مدح واللي ذم. شكرا للجميع، شكرا للنادي الاهلي ومنتخب مصر اللي خلانا قاعدين هنا.